ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وبعمر كورة عالمية، الأخبار العالمية والمحلية. النهاردة طبعا كان إعلان المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي عن الراعي الثالث النادي الأهلي مع شركة GLC لمدة 4 سنوات. وشركة GLC الراعي الثالث، يعني الراعي الثالث للأهلي ستكون بداية من بكرة. GLC على كتف تيشيرت اللعيبة أو الفريق بداية من بكرة. في المؤتمر الصحفي الخطيب قال شوية كلام يدرسوا لمصر والاتحاد المصري طبعا عن قطر وعن المغرب وعن صعود المغرب للدور قبل النهائي. شوف قال ايه؟ قال انجاز دولتي قطر والمغرب يجب ان يجعلنا نعيد النظر في تطوير الكرة المصرية. احنا كمصريين نستحق مكانة افضل، فعلا نستحق مكانة افضل. احنا مصر اول من صعد كاس العالم سنة 34. احنا مصر مؤسسي الاتحاد، من مؤسسي الاتحاد الافريقي. احنا مصر اول دولة خدت كاس افريقيا 57 وخدوا سنة 59. مش مصر اللي يحصل فيها كده، مش مصر تصعد كاس العالم 3 مرات فقط لا غير. وعمرنا ما صعدنا، يعني ما طلعنا من دور المجموعات، خدنا 0 في كل حاجة. سنة 34 اتغلبنا 4-2. سنة 90 تعادلنا مباراتين. سنة 2018 اتغلبنا 3 مباريات. قال لك ايه تاني؟ تنظيم قطر للمونديال اكثر من رائع، وصعبوا على العالم او اي دولة تنظم المونديال بعد ذلك. وهني المغرب على وصوله الى نصف نهائي كاس العالم. وقال لك ايه تاني؟ التنظيم الاداري للكرة المغربية او التنظيم الاداري بالكرة المغربية جنب الى جنب الفنيات اكثر من رائع. اتمنى ان يكون انجاز المغرب دعوة لإعادة الحسابات في المنظومة الرياضية. إنجاز المغرب دعوة لإعادة الحسابات في المنظومة الرياضية المصرية، خاصة نقول زي ما قلنا مصر تستحق أكتر من كده. مصر دولة كبيرة، وكانت أول دولة عربية تشارك في كأس العالم سنة 34. لكن لا نريد أن يعني نعيش على التاريخ. مش عايزين نعيش على التاريخ، علينا أن نعيش الواقع. كلام من راجل فاهم، ده بيتكلم مش انه رئيس نادي الاهلي ولا كابتن مصر ولا لاعب، لا، بيتكلم على مصر. عشان احنا نتطور لازم نبني صح، لازم يكون في عدل في كل شيء، عدل في كل شيء، عدل في كل شيء. على فكرة، عشان المنتخب يتطور لازم الأندية تتطور، وتطوير الأندية هتيجي من افريقيا بس. افريقيا يعني عد في الدوري، افريقيا تلعب صح، هتاخد بطولات في افريقيا، هتعمل انجاز، المنتخب يعمل انجاز. لازم، واكتر فريقين بيعملوا انجاز الاهلي ثم الزمالك. يعني مثلا موضوع اخفاء الجواب ده عشان خاطر الاهلي ما ياخدش كاس افريقيا. مين هو زملكاوي؟ طب ليه؟ ما الاهلي لو خد افريقيا انجاز لمصر، الزمالك لو خد افريقيا انجاز لمصر، ومن ثم يعني هتدينا امل ودافع للمنتخب ونلعب صح ونصعد كاس عالم. احنا من المفروض احنا كل 4 سنين نصعد كاس العالم. لو في عدل كروي، عدل رياضي، هنصعد كاس العالم. لكن كلها حسابات وكلها محسوبيات. الاهلي طبعا بكره هيلعب مع الاتحاد في الدوري الساعة 7. أكرم توفيق خد رجل مباراة الجولة السادسة. المغرب النهاردة في التصنيف الدولي اتقدم، يعني خد المركز ال11 بعد وصوله نص كاس العالم. كهربا حصل على موافقة رسمية من الفيفا ان يدفع نص المبلغ او يقسط نص المبلغ، وهيلعب ان شاء الله، هيلعب كهربا في نص يناير. النهارده في الدوري المصري كان في 4 مباريات. المحله فازت 2-1 على الداخليه، والجيش بقياده
محمد يوسف فاز 3-1 على المصري، وسموحه والمقاولين تعادلوا 0-0، والزمالك فاز على بيراميدز 1-0. الاداء، التشكيله، الدفاع عليه علامه استفهام بالنسبه للزمالك. انا بتكلم الزمالك بيقول لك مدرسه الفن والهندسه، الزمالك ما لعبش النهارده، الزمالك ما جاش برغم الفوز. في حاجه غريبه، يعني الزمالك النهارده بيلعب دفاع 11 لاعب دفاع، انا مش لاقي يعني. محمد عواد خد راجل المباراه ليه؟ لان محمد عواد انقذ الزمالك النهارده. محمد عواد هو اللي جاب الدوري للزمالك السنه اللي عدت، باستثناء يعني مع حسام مع اسمه ده امام عاشور وزيزو والجزيري، ولكن عواد انقذ الزمالك النهارده. الزمالك ما جاش، الزمالك ما لعبش كوره. فييرا لعب على الدفاع، ده بيطلع نص مهاجم وينزل نص ملعب. طب ينزل عندك بيلعب 5 مدافعين ونزل معاهم دونجا، ونزل عبد الله جمعه، وعندك ونزل محمد عبد الغني. ما عندوش مدافعين، ده بيلعب بامام عاشور، مفيش الا سامسون نزل في الاخر، امام عاشور وزيزو بيلعب مهاجمين. الزمالك النهارده لو في افريقيا مش هيكمل بهذه الطريقه. الزمالك جاب الهدف صدفه، ايوه هدف صدفه، انا هدف صدفه كمان اللي ساعد كده رغم هجوم بيراميدز على الزمالك، اللي ان بيراميدز ما عندهاش الحميه، ما عندهاش الدافع انها تفوز على الزمالك. الزمالك مفز يعني بيراميدز مفز على الزمالك على مباراه واحده بس، 1-0 بهدف علي جبر سنه 2019. غير كده الزمالك فوز دايما على بيراميدز. عقده الزمالك، عقده البيراميدز، عقده ليه؟ لان بيراميدز ما عندوش الحميه في مباراه الزمالك ابدا، ما عندوش دافع انه يفوز على الزمالك. بيراميدز يعني السنه اللي عدت لو لعب صح قدام الزمالك وفاز كان ممكن ياخد دوري، ولكن يجي عند الزمالك مفيش حميه، مفيش برغم الهجوم. يعني احنا ما شفناش احمد الشناوي بتاع بيراميدز، الزمالك ما هاجمش النهارده. اتمنى، انا عايز الكره المصريه تتطور علشان مصلحه مصر، عشان مصلحه المنتخب. احنا مش عايزين اهلي وزمالك، انا بشجع اهلي، احب الاهلي يفوز، ولكن في نفس الوقت يعني ما غلطش في الزمالك، يعني ما تمناش الزمالك انه يقع مثلا في افريقيا او اي لا. التطوير الكره المصريه يبدا في كل شيء، يبدا من اتحاد الكوره، يبدا من الانديه من تحت، من حتى القسم الرابع، من القسم الرابع، القسم الثالث، القسم الثاني، والدوري الممتاز. فلازم يكون في عدل، عايزين تطوير للمنظومه الرياضيه حتى ننجح. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.